السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة يا امارات لما تيجي تشتري الجبنة الموزاريلا وتلاقي تمنها عدى 100 جنيه، في الحالة دي هتعملي ايه؟ هقولك تعملي ايه. تلف وشك وتيجي عندي هنا الفيديو وهقولك على الحل. هنعمل ايه؟ بمكون واحد وبخطوة واحدة هتعملي الموزاريلا، وكمان اجمل كتير من اللي انت تشتريها من بره ومش مكلفة، وهتعمل معاكي كمية كبيرة والمطة بتاعتها قوية جدا، وكمان اجمل كتير من بره وناجحة معاكي من اول مرة. ومش هطول عليكي ويلا بينا نشوف الفيديو. هنعمل الجبنة الموزاريلا من الجبنة القريش. هاتي نص كيلو من الجبنة القريش. واحدة بتقولي هنعمل من الجبنة القريش، ايوه، المهم انك تحصلي على النتيجة الروعة اللي شفناها في اول الفيديو. هتجيبي قطعة كده من الجبنة وتلفيها في قطعة شاش كده خفيفة، وتقومي تعصري الجبنة. دي اهم خطوة في عمايل الموزاريلا، انك تمسكي الجبنة كده وتعصري فيها كده، اعصريها عصر كده لحد ما تنزل كل المية اللي فيها. تمام كده، خطوة سهلة وبسيطة اهو. ودي المية اللي نزلت من قطعة الجبنة اللي عصرناها. بعد كده بتحطي قطعة الجبنة في اي حاجة كده موجودة عندك، وبالشوكة كده وبتدوسي عليها، بص تلاقيها بتفرول معاكي خالص. ازاي؟ احنا عايزينها تبقى مفرولة خالص كده. وجيبي قطعة تانية وتحطيها في الشاشة وتعصري، تقعدي تعصري بايدك كده اهو، اعصريها كده لحد ما تنزل كل المية اللي موجودة فيها. وبعد ما عصرنا نص كيلو جبنة كله، شوفي تلاقيها احنا عايزينها تبقى مبرولة معاكي بالشكل ده. شوفي مفرولة خالص ازاي، عشان طبعا احنا عصرنا منها المية كلها، فتبص تلاقيها بتبقى مفرولة معاكي بالشكل اللي قدامك ده عشان نشفت من المية. دي اول خطوة عملناها. دلوقتي هناخد القلاية كده بالجبنة ونحطها على البوتاجاز. وبعد ما حطينا الجبنة كده على البوتاجاز وولعنا عليها، هنجيب ملو معلقة صغيرة كده كربونات الصوديوم. كربونات الصوديوم دي اللي بنحطها على الطعمية ومتوفرة عند كل العطارين، اي عطار هتلاقيها متوفرة عنده. وده اهم مكون في عمايل الموزاريلا، وكمان هو اللي بيساعد على ان الجبنة تسيح معاكي. وعلى نار هادية طبعا يا قمرية كده، وتبدأي تقلبي بالراحة كده واحدة واحدة، وايدك ما تتشالش من الجبنة. تمام. وطول ما هي على نار هاديه وانت عماله بتقلبي، هتبصي تلاقيها بتسيح معاكي. يعني انت لو جبتي قطعه جبنه قريش عاديه خالص وحطيتيها على النار، هتبصي تلاقيها بتسيح. فاحنا دلوقتي نقعد نقلب فيها باستمرار كده لحد ما تلاقيها نعمت معاكي كده وانطبخت. وممكن يجينا سؤال، طب خرزت معايا في الوقت ده ممكن استخدم الهاند بلندر؟ ممكن يا قمرية تستخدميه وتنعميها خالص، بس هتفضلي برضو تقلبي باستمرار لحد المية اللي موجودة في الجبنة ما تتبخر كلها وتلاقيها انطبخت معاكي. ودلوقتي اثناء ما احنا عمالين نقلب كده هنضيف لها مكعب من الزبدة، يعني وزنه كده 50 جرام. يعني يا معلقة كبيرة كده من الزبدة، يا اما توزنيها 50 جرام من الزبدة. تمام. دلوقتي الزبدة اللي انت هتستخدميها اي نوع زبدة متوفر عندك، زبدة فرن، زبدة جنة، زبدة بقري، زبدة جاموسي، النوع مش هيفرق معنا في الوصفة بتاعتنا. لكن اهم حاجة ان احنا لازم نضيف 50 جرام من الزبدة عشان الوصفة تكون مكتملة وتنجح معاكي. تمام كده. وبعد ما اضفنا الزبدة نقعد نقلب فيها كده لحد ما تدوب خالص معانا. وخليكي عارفة يا قمراية ان النص كيلو جبنة خد معانا معلقة صغيرة مليانة كربونات الصوديوم، وكمان زبدة وزنها 50 جرام. وطبعا الجبنة اللي احنا بنشتريها من بره بتبقى فيها نسبة ملح، فاحنا عشان كده ما اضفناش. لو انتي شارياها ولقياها ما فيش فيها ملح، ممكن تضيفي لها معلقة صغيرة من الملح. ودلوقتي هنفضل نسوي الجبنة كده لحد امتى؟ وهنعرف امتى انها استوت؟ هقولك يا قمراي، دلوقتي طول ما احنا بنقلب كده المية عمالة بتتبخر من الجبنة. طب هنعرف انها استوت ازاي؟ هتلاقي اللون بتاعها بدأ يغير ويدي كده على اصفرار خفيف كده، يعني بيش كده زي لون الموزاريلا لما بنشتريها من بره. تمام. دي اول حاجة. تاني حاجة، لما بتيجي ترفعيها كده لفوق، شايفة المطة؟ بتلاقي المطة بتاعتها ما بتقطعش معاكي كده، تعرفي ان الموزاريلا كده وصلت للمستوى التمام كده، استوت معانا. في الوقت ده بنطفي عليها وكوني مجهزه بقى الحاجه اللي هتقلبي فيها الجبنه الموزاريلا. انا هنا جبت قالب من بتاع التلاجة وحطيت فيه كيس من بتاع التلاجة،
ونزلت بالموزاريلا كده وهي سخنة، وشايفة المطة كده واحنا بننزلها، شايفة ما شاء الله الجبنة جميلة خطيرة. هنسيبها بقى لحد ما تبرد وبعد كده نشوفها مع بعض. وادي قالب الجبنة بعد ما برد معانا، هنفضيه بقى. شايفة الكيس هنا بقى بيسهل عليكي ان انتي تطلعيها من العلبة او القالب اللي انتي بتحطي فيه، شايفة، وبيطلع معاكي بكل سهولة اهو. بتشيليه كده، تشدي الكيس بس كده تبصي تلاقيها خرجت معاكي. شايفة ما شاء الله النص كيلو جبنة طلع لنا قالب جبنة موزاريلا حلو جدا موفر، وفي نفس الوقت هتفضل معاكي كمان في البيت، تقدري تعملي منها كل حاجة وفي اي وقت. تحطيها بقى على البيتزا، تعملي منها سندوتشات، تحطي منها على الصواني. طول ما هي متوفرة عندك في البيت هتشجعك ان انت تعملي حاجات كتير، والطريقة بتاعتها سهلة جدا وبسيطة، وان شاء الله هتنجح معاكي من اول مرة تعمليها. ويلا يا قمرية بقى، عايزاكي تجربيها، واديني سهلت عليكي عمايل الجبنة الموزاريلا اهو بكل بساطة. وممكن كمان تجيبي كيلو لبن وتروبيه في البيت وتعملي منه جبنة وتعملي الموزاريلا، بس طبعا الاسهل والاوفر ان احنا نشتري نص كيلو جبنة جاهز. ودلوقتي انا خدت قطعة من الموزاريلا كده وسيحتها، وهحطها معاكم كده في الرغيف عشان نشوف المطة بتاعتها، نختبر المطة بتاعتها. شايفة المطة بتاعت الموزاريلا نازلة من على المعلقة عاملة ازاي؟ يعني بتقولي انا مش محتاجة اختبارات، انا شغالة لوحدي اوتوماتيكي. يعني الجواب باين من عنوانه. شايفة المطة؟ طبعا اجدعها موزاريلا بتشتريها طبعا ما بيبانش المطة بتاعتها الا وهي سخنة اهي. شايفة المطة مش عايزة تتقطع خالص، شايفة قوية جدا، يعني امتن واجمل كمان من اللي احنا بنشتريها من بره. وهتلاقي الطعم بتاعها كمان ممتاز جدا. وكفاية المطة اللي انت شايفاها قدامك دي، اكيد دي لوحدها بتتكلم وتقول كل حاجة. واتمنى اني اكون قدرت افيدكم في الفيديو بتاع النهاردة، وان عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا البصمة الحلوة، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.